آسف النمرة غلط، آسف النمرة غلط. قصة الكاتبة الأمريكية لوسيل فليتشر، ترجمة وإعداد أحمد حلمي، إخراج مصطفى أبو حطب. وبعدين بقى شكاوي يا مدموزيل، انا بقالي ساعة بطلب نمرة 98 وبتطلع مشغولة على طول. مش معقول تكون مشغولة الوقت ده كله. تسمحي تشوفيها لي؟ اعملي معروف يا مدموزيل. 98 150. خليكي معايا. انا معاكي اهو. مش معقول ابدا تكون مشغولة المدة دي كلها. ده مكتب جوزي وانا عارفة انه عنده شغل الليلة دي في المكتب وهيتأخر شوية. انا قاعدة لوحدي في البيت وتعبانة قوي، اعصابي مضطربة خالص. 98 150 مشغولة يا هانم. الو الو الو، الاستاذ سامي موجود؟ الو 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 الو، مين؟ بسطويسي؟ ايوه انا بسطويسي. الو، مين ده اللي بيتكلم؟ الو، نمرتك كام من فضلك؟ اسمع يا بسطويسي. يا فندم، الزبون كلمنا النهارده، بيقول ان السكه سالكه الليله دي. انت فاهم؟ الليله دي وجب يا معلم، الليله دي جبتم كل شيء. انت بتتكلم منين دلوقتي؟ من كشك السجاير. طب اسمع يا بسطويسي، انت عارف طبعا العنوان. الساعه 11 بالظبط عسكري الدورية هيروح ياخد له كوباية شاي في القهوة اللي في شارع المحكمة. ها؟ خد بالك كويس. ها؟ لازم تتأكد الأول من إن كل نور الدور الأولاني مطفي. مفيش غير نور واحد بس هو اللي باين من الشارع. الساعة 11 وربع هيمر الديزل من على المزلقان اللي قدام البيت ويعمل صوت جامد. ها؟ في اللحظة دي لازم يتم كل شيء، عشان لو صرخت وكان الشباك مفتوح يبقى ما حدش هيسمع حاجة. مفهوم؟ الو يا خبر. الو، نمرتك كام من فضلك؟ مفهوم يا معلم. اسمع، يبقى خف في ايدك، ما تاخدش وقت طويل. ها؟ مش عايزين دم كتير، الزبون مش عايزها تتعذب. يبقى مفيش غير هي المطوة. ايه رأيك يا معلم؟ مفيش مانع، المطوة كويسة، وما تنساش تاخد الخواتم والعقود والجواهر. ها؟ هتلاقيها كلها في درج التسريحة. الزبون عاوزهم يفتكروها سرقة. واجب يا معلم، ان شاء الله من غير مقاطعة. الو، يا ساتر ايه الكلام ده؟ شكاوي يا مدموزيل، يا مدموزيل، انا كنت بتكلم دلوقتي والخط انقطع. كنت بتتكلمي مع نمرة كام؟ المفروض انها كانت نمرة 98 150، لكن ما كانتش هي. الظاهر ان خط تاني شبك مع الخط بتاعي وبعدين انقطعت المكالمة، وسمعت حاجات خطيرة جدا. جريمة قتل يا مدموزيل هترتكب. شوفي لي ارجوكي النمرة اللي دخلت عليا في الخط كانت نمرة كام، واوام اعملي معروف يا مدموزيل. انا اسفة يا هانم، لكن انا عارفة انها كانت غلطة مني وما كانش يصح ان انا اسمعهم، لكن اللي انا سمعته شيء فظيع. دول 2 مجرمين عايزين يرتكبوا جريمة قتل، هيقتلوا واحدة ست مسكينة بريئة قاعدة لوحدها في البيت، وبيتها جنب الكوبري اللي بيمشي عليه الديزل، ولازم تبلغي عنهم يا مدموزيل قبل ما. النمرة كام اللي كنت طالباها يا هانم؟ 98 150، لكن النمرة اللي انت اديتيها لي نمرة غلط، فلازم نعرف كانت نمرة كام. بسرعة اعملي معروف يا مدموزيل. لكن يا هانم يا مدموزيل اعملي معروف، ما تضيعيش الوقت. انت اللي طلبتيها لي، انا قلتلك اديني 98 150، انما انت اللي غلطتي واديتيني نمرة تانية وسمعتهم هم بيتكلموا، لكن هم بقى ما سمعونيش. ارجوك اكتبيها لي تاني، اعملي معروف بنفس الطريقة، يمكن تطلع هي. خليكي معايا. 98 150. ايوه هحاول اجيبها لك. متشكرة. 98 150 مشغولة يا هانم. استني،
استني ما تقفليش السكه يا مدموزيل. مدموزيل، ايوه يا هانم. انت ما حاولتيش تجيبي لي النمره الغلط، انت كل اللي عملتيه انك ضربت النمره الصح. انا اسفه يا هانم، حضرتك كنت طالبه نمره كام؟ ياي يا ستي يا ستي يا حبيبتي، انسي خالص النمره اللي انا كنت طالباها منك. انا عايزاكي تطلبي لي النمره اللي جت غلط. ايه فيها حاجه؟ دي شغلتك يا مدموزيل، ولازم نوقف المجرمين دول، واذا ما كنتيش تقدري انا هديك رئيس المكتب يا هانم. زي بعض حوليني عليه. يا فندم. حضرتك رئيس المكتب؟ ايوه يا فندم. انا عايزاك تعرف لي نمره بسرعه، معرفش دخلت ازاي معايا في الخط، ولا اعرف مين اللي كانوا بيتكلموا، لكن لازم تعرفها لي لانهم كانوا بيتفقوا على جريمه قتل. هيقتلوا واحده ست بريئه الليله دي الساعه 11 بالليل، فهمت؟ ايوه يا هانم. طب كويس، تقدر بقى تعرف لي النمره دي انت كام؟ والله يا هانم ده يتوقف على ايه؟ على انهم اذا كانوا لسه بيتكلموا ولا لا. فاذا كان الخط اتقطع يبقى مش هقدر. الخط انقطع يعني ايه؟ يعني اذا كانوا اللي كانوا بيتكلموا خلصوا كلام ولا لسه. قطعا لازم يكونوا خلصوا كلام دلوقتي، لان الحكايه دي فات عليها 5 دقايق، ودول مش من النوع اللي بيتكلموا كتير. احاول يا هانم. تسمحي تقولي لي اسم حضرتك ايه؟ سميحة محمود مصطفى. ونمرة حضرتك كام؟ 402 295. اعمل معروف بسرعة، ما تضيعش وقت في الأسئلة دي. طيب وايه السبب في ان حضرتك عاوزة تعرفي النمرة دي؟ السبب يا أستاذ اني بقول لك سمعت 2 مجرمين بيدبروا جريمة قتل، عايزين يقتلوا واحدة ست. حضرتك بلغتي البوليس؟ هبلغ البوليس ازاي؟ لا طبعا ما بلغتش. يبقى انا اسف يا هانم، دي مش شغلتي، دي شغلة البوليس. فاذا كنت عاوزة. مش عايزة حاجة خلاص، انا هكلم البوليس. اعوذ بالله، دي حاجة تجنن. الو. المحافظة؟ ايوه يا فندم. اديني من فضلك قسم السيدة. خليكي معايا. الو. حضرتك مين؟ انا ضابط المباحث. اسمع يا حضرة الضابط، انا سميحة محمود مصطفى اللي ساكنة في شارع الجسر نمرة 53. اهلا وسهلا. انا كنت عايزة ابلغ عن جريمة قتل. جريمة قتل؟ ايوه، لكن لسه ما حصلتش. انا سمعتهم هم بيدبروها في التليفون. انا كنت طالبة من السنترال تديني نمرة فاديتها لي غلط، وساعتها سمعتهم هم بيتفقوا على الجريمة، ومن ساعتها وانا عمالة بترجى المدموزيل بتاعة السنترال علشان اعرف النمرة الغلط دي كانت كام. مفيش فايدة يا حضرة الضابط، مفيش حد راضي يساعدني ابدا، فقلت اتصل بيكم انتوا اللي تقدروا تساعدوني. تحت امرك يعني. انا سمعتهم هم بيدبروا الخطة، هم اتنين رجالة كانوا بيتكلموا مع بعض